هو الطفل اللي جواك كبر ولا لسه قاعد ومستنيك تديله الحضن اللي كان محتاجه؟ ايه حكاية الانر تشايلد وايه حكاية الطفل الداخلي؟ كلنا واحنا صغيرين اتعرضنا لترومات كتيرة جدا، اتعرضنا لمشاكل نفسية، اتعرضنا لأزمات، اتعرضنا لكلام المفروض ان احنا ما كناش نسمعه، وده طبعا من ابونا وامنا، وهم عملوا كده ما كانوش قاصدين حاجة وحشة، ودي حاجة هنتكلم عليها بعدين. خلينا في الموضوع الأساسي. الانر تشايلد بتاعك لازم ترجع له، لازم تقعد معاه، لازم تحضنه، تديله الحضن اللي هو مستنيه. هو على فكرة مش مستني حد غيرك انت، ولا مستني زوج يجي يطبطب عليكي، ولا مستني حبيب ولا حبيبة ولا أخ ولا أخت. هو كان مستنيك انت تكبر وتيجي تقوله ما تزعلش، واللي حصل وانت صغير ده مش هيتكرر تاني. دورها في دماغك مع دينا عشان نشوف ايه حكاية الانر تشايلد. بحبكم.